والنهاردة بقى عاملين نوع من أنواع السمك اللي ما بيختلفش عليه اتنين، لزوم القزقزة كده في الشتا ولزوم الدفا والقعدة الحلوة. تعالوا نشوف عملناه ازاي ويلا بينا. أول حاجة أنا بمسك الكابورياية كده انضفها، في جزء تحت كده بيبقى جزء رملي بتشيليه تنضفيه بكل سهولة وتغسليها تحت مية كتير علشان خاطر الرمل اللي فيها. زي ما انتوا شايفين كده بشاورلكم على الجزء اللي المفروض انت بتشيليه علشان خاطر ان انتي تتخلصي من كل الرمل اللي فيها والكابوريا معاكي تبقى كويسة حتى في الأكل. طبعا مش هوصيكم كابوريا، بلاش حلة تيفال ولا حلة سيراميك خالص، كابوريا عايزة حلة آه ألمونيوم، عشان خاطر الحاجات اللي فيها دي ممكن تقشر منك الحلة. حطيت الكابورياية كده وسبتها لحد ما طلعت بخار كده، وبدأت كل شوية أقلب فيها، مش بقلب بحاجة، بقلب زي ما انتوا شايفين كده. وبدأت أحطها الحاجات اللي هتتحط عليها، خضار يعني. حطيت بصلاية كبيرة متقطعة، أو ما عندكيش حطي 2 صغيرين على الكيلو طبعا. حطيت فلفلاية كبيرة، وحطيت كمان 3 طماطمات كبار متقطعين. لو بتحب تاكل الشوربة بتاعتها دي معلقة من هريسة الشطة، او التتبيله بتاعه السمك اللي انا كنت عاملاها معاكم في فيديو قبل كده، وكنت مجهزاها للسمك في عندي في باب التلاجة. انت بتحبي تشربي الشوربه بتاعتها مفيش اي مشكله، ما بتحبيش عادي، هي ما بتتاكل كده، بس انا عن نفسي بقزقزها كده. حطيت لها واحده لوري، وطبعا حطيت نص معلقه صغيره فلفل اسمر، وحطيت نص معلقه صغيره ملح. وما تنسيش ان هرسة الشطه كان فيها ملح، فاظبطي الملح بتاعك على قد ما تقدري. وادي كل اللي انا حطيته عليها، وطبعا هتطلع في منتهى الجمال. وكده سبتها، هي ما بتاخدش كتير، بتسيبها لحد لونها ما يغير كده، وتغلي كام غلوة مع الخضار او مع الشوربة بتاعتها. وبس دي كده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش الشير واللايك. وبتمنى ان انتوا تجربوها من كل قلب بطريقتي، لان طعمها ممتاز جدا وشكلها تحفة وتفتح النفس بجد.